حصل ايه يا بامبا؟ احكي لك يا اخوي. ايوه احكي لي. انت بقى طبعا مش خافي عليك، احنا ساكنين فين؟ في اخر دور. وانا اسم الله عليك خلاص ما بقاش فيا صحه للطلوع والنزول. امبارح بقى يا حبيبي انا واقفه في التراسينه لقيت الراجل بتاع القوطه فايت، رحت نادها له. ايوه يا ست. اطلع يا اخويا يسترها معاك. القوطه بالتسعيره يا ست. عارفه يا اخويا عارفه، اطلع. وطلع يا اخويا الست ادوار، وعبال ما وصل كان عرقه بقى مرقه ونفسه بقى مكروش، وقال لي يا سلام على السلالم، يا سلام سلم. السلم بتاعكوا عالي قوي يا ست هاني. معلش يا اخويا معلش، ما هم بيقولوا الرزق يحب الخفيه. ايوه عايزه قوطه قد ايه يا ست؟ اسم الله عليك وريني قبله يا اخويا. ايه ده؟ ودي قوطه دي؟ هي انت بتسميه دي قوطه؟ لا لا دي خضره. اتفضلي، ادي قوطه حمراء. ايه دي؟ لا يا اخويا دي مفعصه. اتفضلي، ادي قوطه ناشفه. حلوه قوي دي من ايدك. والكيلو بكام بقى يا اخويا؟ ما قلنا بالتسعيره. لا لا يا اخويا شوف بقى، انا هاخدها ب7 بس. زي بعض يا ست. عاوزه قد ايه؟ خلاص يا اخويا اتفقنا، هاخدها ب7. يبقى فوت علينا بقى بكره. نعم افوت عليكم بكره. يا اخويا ان شاء الله. اصل احنا بقى مش عاوزين النهارده اصلنا النهارده طابخين عدس. امال بتنتهي لي ليه وتطلعيني 6 ادوار ليه؟ بسيطه يا اخويا. بسيطه ازاي؟ انتوا ما عندكمش رحمه. ونزل يا اخويا وهو عمال يبرطم، ما تفهمش ليه. يعني كان عايزني اشتري القوطه النهارده وانا عاوزه اطبخ بيها بكره. مش برضو الواجب اخدها طازه احسن يا ابو سيد؟ ما دمتي مش عايزه قوطه النهارده يا بامبا، تطلعي راجل واقع، تطلعي راجل التعبان ده 6 ادوار ليه؟ ليه؟ في حاجه لما تستني لبكره؟ يا اختي يعني حرام اسال واطمن عن سعر القوطه يا ابو سيد؟ اطمني بكره يا ستي. يوه يعني هو حصل ايه؟ ايه تسالي يا ابو سيد؟ تسالي ليك انتي، لكن مش تسالي البائع المسكين اللي عايش في الوقت الضايع ده. ده راجل بيجري على رزقه يستهانم، على رزقه ورزق عياله. كفايه الحمل اللي هو شايله على دماغه. لازم يا بابا يكون في قلوبنا رحمه على بعض، في قلوبنا رحمه. يا اختي هو الراجل ده ابو سيد ده حاطط نقره من نقري ليه بس يا اخواتي؟ امال هسلي روحي طول النهار بايه ما دام لا عندي لا طبيخ ولا غسيل؟ يا اخواتي ما كنتش استلى على البياعين اللي رايحه وجايه، استلى مع مين بس يا اخواتي؟ شفتوا بقى الراجل اللي ما يعجبوش اي حاجه اعملها ابدا؟ مش بقول لكم ماليش بخت معاه؟ يا عيني عليا. انك يا خالتي بامبا والنبي انت ما تعرفي مقامك عندي قد ايه، وقلبي بينشرح لما بشوفك كمان زي ما تكوني كده بنتي. قولي لي يا حلويات، انت رايحه فين يا اختي؟ نازله السوق يا خالتي بامبا. حلوه قوي، نازله تشتري الخضار الاستعانيات مش كده يا حلويات؟ ايوه يا خالتي بامبا. هتطبخوا ايه بقى النهارده؟ بطاطس يا خالتي بامبا. وهتشتري بطاطس قد ايه؟ قد ما هم قايلين لي يا خالتي بامبا. والنبي يا اختي ليكي حق ما تقوليش، اصلك عاقله وتفهمي في الاصول. انا مستخسراكي في الخدمه قوي، بيني وبينك صعبانه عليا انك تخدمي في البيوت وتتعبي فيها. والنبي ده انا لك عندي عريس لقطه يا بنتي يا حلوه. والنبي يا خالتي بامبا اهو احسن من الشقه اللي انت فيه. قلتي ايه؟ هي الواحده عايزه ايه غير انها تتستر يا خالتي بامبا؟ على خيرة الله يا حبيبتي، تبقي فوتي عليا النهارده بعد الظهريه. قلتي لي هتشتري قد ايه بطاطس؟ ابقي فوتي عليا النهارده بعد الظهريه بعد ما تشتري البطاطس. انت قلتي لي هتشتري قد ايه؟ 2 كيلو يا خالتي بامبا. وطبعا هتشتروا لحمه ولا هتطبخوها قرداحي؟ لا يا خالتي بامبا، ده انا هجيب نص كيلو. يا ندمتي، نص كيلو لحمه؟ نص كيلو على 6 انفار يا بنتي، ده ما ياكلش 6 قطط. عن اذنك يا خالتي بامبا، احسن اتاخرت. طب يا حبيبتي مع السلامه. الا على فكره، في حاجه يا خالتي بامبا؟ هي الست عنايات كانت بتتخانق مع جوزها امبارح ليه؟ اللي مؤاخذه يا خالتي بامبا، دي حاجات تخصهم وماليش دخل فيها. ربنا يكملك بعقلك. اوعي تتاخري عن ميعاد النهارده. تفوتي عليا العصر من عارف، يمكن يكون العريس عندي. متشكره يا خالتي بامبا. واتابي يا اختي، انا كنت قاعده اتكلم انا والبت تحت الشباك اللي بتنقرص في نن عينها ام اسماعيل، وانا مش واخده بالي، وابص الاقي ابنها الصغير. قلت اساله عن امه واطمن عليها. رحت نادها عليه وقلت له انت ما تعرفش غاوتك عندي قد ايه، لما بشوفك قلبي بينشرح، وحياتك ولا ليك عليا يمين. انت غلاوتك عندي ما تتقدرش، زي ما تكون ابني تمام. الا قول لي يا حبيبي،
وانا لسه يا اختي هسمع كلام البلد ولا ايدك الولية ام اسماعيل طلع من الشباك وبتصرخ على ابنها وبتقول له انت يا واد يا اسماعيل اطلع يا واد، مالكش دعوه بالست دي لقطع رقبتك. الله 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 الله، ايه اللي بتعمليه ده يا ام اسماعيل؟ هلبتي يا اختي هتشوفوا له عروسه هو كمان. اطلع يا واد، مالكش دعوه بيها ولا لكش كلام بيها، دي ست ملهاش شغلانه غير تتجسس على جيرانها. شفت يا ابو سيد؟ قال انا يا اخويا بستقصى عن اسرارهم، وقال ايه الواحد لازم يسال عن صحتهم وصحه سلامتهم لكن ما يتقصاش عن اسرارهم. أيوة انا غلطانه، ده انا قصدي اطمن عليهم يا ابو سيد. تطمني على مين؟ الحقيقه بامبا شيء مش ظريف ابدا اللي بيحصل ده. يعني ايه بقى يا ابو سيد؟ يعني الواحد يسال عن صحه جيرانه ما قلناش حاجه، يطمن عليهم ما قلناش حاجه، لكن ما يسالش طبخين ايه النهارده، عاملين ايه النهارده، اتخانقوا مع بعض ولا ما اتخانقوش. البيوت اسرار يا بامبا، ثم انت تحاولي تعرفي اسرار البيوت. امال السؤال عن جيراننا واجب ما قلناش حاجه، لكن محاوله معرفه اسرار الناس عيب يا بامبا. شوفي يا اختي الراجل اللي بيعوم على عوم الولية ام اسماعيل ويغلطني زي ما هي عايزه تغلطني، وفضحتني في وسط الحته كلها، وخلت يا اختي الجيران كلهم ما يجوش يكلموني. بقى ده جزاتي اللي بحب اسال على جيراني، لكن مش بقول لكم ماليش بخت مع حد ابدا. يا عيني عليا. وجايلي كده فرحان وبيقول لي بامبا نعمي مش عايزه تشتري حتتين هدوم يا بامبا؟ لك يا ابو سيد. لا يا بامبا. امال للولاد؟ ليا ايه وولاد ايه؟ ليك انت يا بامبوز. معقول الكلام اللي بتقوله ده يا سيد؟ اسم الله عليك، ده انت القرش ما بيطلعش من جيبك الا بخلق الضرس. انا يا بامبا؟ ايوه انت يا ابو سيد. ابدا يا بامبا، انا مادام معايا فلوس ما اتاخرش ابدا. جميل، والفلوس موجوده النهارده؟ الحمد لله. طب يا اخويا لا يهمني ايدك على 50 جنيه قبل ما ترجع في كلامك. اتفضلي يا بامبا، اتفضلي يا سيدي. واسم الله عليك، هم كده بقى والبس عشان ننزل. مستني ايه؟ على فين؟ على وسط البلد يا اخويا، اشتري كل اللي نفسي فيه. قومي يا بامبا يلا. ونزلنا يا حبيبتي على وسط البلد، ودخلت لك على محل من بتوع الأقمشة اللي تشرح القلب، وقعدت يا حبيبتي انقي، واللي يعجبني اركنه على جنب. نقيت لك اسم الله عليكي 3 حتت قماش، اللي 3 امتار واللي 4، لكن عايزه الحق الوانهم كانت تهبل تاخد العقل كده، وبقيت يا حبيبتي حاطير من الفرحه. وابو سيد سالني ايه عاجبك القماش ده يا بامبا؟ هو ده يا ابو سيد اللي كان نفسي فيه كده اهو. خلاص اقطع القماش اللي بتقولك عليه ولو سمحت. وخدت يا حبيبتي ال3 حتت وادوله يا اختي البون، ورجع من الكيس ما معاش من 50 جنيه غير 25 قرش. وماله يا بامبا فداكي. لكن يا اختي يا دوب رجعت على البيت وبوري القماش للست سعاد، لقيتها بتقول لي ايه الالوان دي يا خالتي بامبا؟ مالها يا ست سعاد؟ بلدي يا خالتي بامبا، هو معقول انت تلبسي الالوان البلدي دي؟ انت متأكدة يا اختي انهم بلد؟